استنى، اوعى تشتري عربيات كهرباء دلوقتي لان في تكنولوجيا جديده لو وصلوا لها كلنا هنركب كهرباء. مش عشان البورش اللي ولعت على طريق السويس امبارح، عشان احنا في عصر انا سميته عصر الاسبراتير بس للعربيات الكهرباء. هو ايه الاسبراتير والكربراتير دول يا محمد؟ انت لسه صغير. زمان كانت ايام ال 28 والخنفسه كانت العربيات ماشيه بكربراتير، كان كله مشاكل وكانت كل شويه بتشرق. طوروا فيه شويه ونزلوا حاجه جديده اسمها الاسبراتير، فالناس باعت العربيات الكربراتير واشترت الاسبراتير. ظهر لنا الانجكشن حل كل المشاكل بتاعت الاسبراتير والكربراتير. الناس بقى جريت باعت الاسبراتير وراحت شاريه الانجكشن. احنا بقى دلوقتي في المرحله اللي هي بتاعت الاسبراتير بس في العربيات الكهرباء. اكبر 5 دول في الصناعه بيتصارعوا على انهم ينتجوا اول عربيه بتمشي ببطاريات السوليد ستيت. هنعتبر ان دي البطاريه الليثيوم اللي ماشي بيها كل العربيات الكهرباء دلوقتي، ودي السوليد ستيت اللي لسه تحت التطوير والاختبار. المدى في السوليد ستيت بيمشي ضعف البطاريات الليثيوم القديمه، يعني لو البطاريات الليثيوم بتمشي 500 كيلو بنفس وزنها هتمشي 1000 كيلو في السوليد ستيت. ولو بتشحن الليثيوم 80% في نص ساعه فالسوليد ستيت بتشحنهم في 10 دقائق. ولو العمر الافتراضي للليثيوم 1500 دوره شحن فالسوليد ستيت 3000. فلو دي هتعيش 10 سنين فدي هتقعد 20 سنه. الليثيوم بتتحرق او تنفجر من خبطه او حراره زياده، ولو اتحرقت مستحيل السيطره عليها. اما دي مخاطرها اقل بكتير، ولو اتحرقت ممكن تسيطر عليه. ولو عايز تفهمها اكتر ارجع للريل بتاعي انا وفاروق بنشرح لك حريق العربيات الكهرباء ومثلث الاشتعال. السوليد ستيت هتبقى اخف واصغر فاداء العربيه هيبقى احسن بكتير. واوعى تفتكر لما السوليد ستيت تنزل هتروح تغير البطاريه بس، لان نظام تشغيل وحده تحكم مختلفه تماما. فلو عايز تشتري عربيه كهرباء استنى لحد ما اديك الاشاره، بس خلي بالك الصين هتغفلنا في اي وقت. ولو لسه ما اشتريتش